في اللحظة اللي بيغلي فيها دمك أو بتفقدي هدوءك، بتحسي كأنك خرجتي عن السيطرة، صح؟ ماشي. الحقيقة إنه اللي بيسوق المشهد ساعتها هو مش انفعالك، ده جهازك العصبي اللي بيتحرك. الجهاز العصبي هو القائد الخفي في علاقتك مع طفلك، ودي حقيقة قليل بيتكلم عنها. وأنا وعدت نفسي وهدفي إني أوضح الموضوع ده وخليه ينتشر أكتر وأكتر، خصوصا عند الأطفال والأمهات اللي عندهم جهاز عصبي ممكن يكون حساس أكتر من العادي. وقت الغضب بقى، المقاومة أو وقت المقاومة أو التوتر بيكون هو اللي بيدير المشهد، الجهاز العصبي مش وعيك. الجميل بقى إننا نقدر نرجع القيادة بتمارين معينة وبتدريب لإيدينا لما نفهم اللغة بتاعته كأول خطوة. طب إيه اللي بيحصل فعلا في جسمك وقت الغضب أو الانفجار كحالة من حالات الجهاز العصبي، أو تعبير عن حالة من حالات الجهاز العصبي عشان نكون دقيقين أكتر؟ جسمك بيستقبل إشارات الخطر قبل حتى وعيك ما يظهر بلحظات. ده واجبه إنه يحميكي، فهو على طول he's scanning a lot of information. وده ممكن نلاحظه لما نفسنا بيبقى سريع، عضلاتنا بتتشد غالبا هنا أو هنا أو تحت، وصوتك بيعلى أكتر. كل ده هي محاولات من الجسم لحمايتك. بس في الحقيقة القصة اللي بتدور في جسمك في اللحظة دي، ده قصة في معظم الوقت بتكون من الذاكرة العصبية المتخزنة، مش الحقيقة. عشان الحمد لله احنا بنتكلم عن الأوقات اللي يبقى فيها طفلنا بأمان، مش في خطر، مش في الشارع بيجري وكل الكلام ده. وده اللي بيظهر في التعامل مع طفلنا، وبيخلي المواقف تكون صعبة عشان احنا بنبقى في حالة اسمها حالة dysregulated، لأنه الجهاز العصبي بتاعنا بيقول في خطر حتى ولو الموقف بسيط جدا. دلوقتي في مفهوم محتاجين نفهمه، حاجة اسمها window of tolerance. ليه مهم نفهم كأمهات الموضوع ده؟ وأنا شخصيا من أكتر الحاجات من أول ما ابتديت أتعلم اللغة دي، لغة الجهاز العصبي، فرقت معايا جدا. In the polyvagal theory للدكتور ستيفن بورجز، جهازنا العصبي بيشتغل من خلال نوافذ تحمل، windows of tolerance. دي المنطقة بقى اللي بنقدر فيها نفكر ونحب ونتفاعل ونحط نفسنا مكان اللي قدامنا ونتعاطف معاه وبنحس بيه وبنفهمه وبنشرح بكل هدوء بشكل صحي. لما بنتخطاها بندخل في واحدة من الحالتين دول، يا إما الفايت اور فلايت، الطاقة دي بتطلع ونفقد فيها هدوءنا، أو freeze or shut down، لما بننسحب وبنحس بالعكس ومش عارفين نعمل إيه ولا قادرين نعمل حاجة، حتى لو قادرين نبقى متلخبطين وجست عشان نعدي الموقف وخلاص. الهدف مش إننا نفضل طول الوقت هادين، ودي حاجة مستحيلة يعني وغير صحية actually، لكن الهدف إننا نعرف إمتى بنخرج برا النفسة أو الويندو اوف tolerance ونرجع لها بهدوء من غير ما نستهلك طاقة أكتر من قدرة جسمنا. وده هو اللي بنسميه regulation أو التنظيم اللي دايما بتسمعوني أتكلم عليه. ماشي، السؤال دلوقتي، إزاي أعرف إني بدأت أخرج من نفس التحمل؟ هي مش كبسة زر بصراحة. نبتدي، اكتبي 3 إشارات مبكرة بتظهر عليكي قبل الانفجار العصبي. يعني إيه؟ ممكن تكون مثلا شد في الكتف،
تسرع في النفس، رغبة في الصراخ أو الانسحاب، كل حد مختلف. فأول مرحلة هي مراقبة الجسم. ده في الأول مش الهدف خالص إنه نمنع الانفعال، مش هدف خالص إنه نفكر بيحصل إيه، بس مراقبة من غير judgment أو توقعات أو أي حاجة. إحنا دلوقتي في مرحلة التعرف على جسمنا اللي بنحبه، اللي بيشتغل طول الوقت، محتاج مننا شوية مرحلة بتاع تعرف، زي ما انت تتعرفي على حد جديد بالظبط. ده اللي هنعمله. لما تتعلمي تلاحظي بدري، ساعتها بقى مع الملاحظة والتكرار تقدري تختاري تتنفسي، تشربي مية، تبعدي دقيقة. ساعتها عندك القدرة انك تاخدي البوز ده. اعملي خطة مصغرة للتهدئة، مثلا نفس أو حركة أو لمسة. كل مرة بتعمليها انت بتدربي جهازك العصبي يرجع للويندو اوف توليرانس كل مرة أسرع. اختاري حاجة واحدة بس، في موقف بيفكرك بحاجة واحدة بس. ما نبدأش بقى نجيب كل الباترنز اللي عندنا وعايزين كلهم بقى نحلهم مرة واحدة. لا، هي خطوة واحدة، موقف واحد بيتكرر كتير، وأكتر واحد مضايقنا دلوقتي، وتدريب واحد intention نعيدها كل مرة. في المرة الجاية لما تحسي إنك على وشك الانفجار بقى، هتختاري مين اللي يسوق، التوتر ولا وعيك. التمكين الحقيقي أو الامباورمنت مش إنك ما تتوتريش خالص، دي محتاجة أعيدها تاني. التمكين إنك تلاحظي وتختاري. إحنا هنا مش عايزين نصلح حاجة في نفسنا، إحنا محتاجين نبني علاقة جديدة مع جسمنا، مع الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو القائد الخفي. إحنا بنفكر إن إحنا بنقود الدنيا لما بنبقى مش attuned مع جهازنا العصبي، هو اللي بيقودنا. وعينا هو اللي يقدر يرجع بقى المقود لإيديكي وإيدينا. وده هنا نوصل للمعنى الحقيقي بتاع empowerment في كلير. لما تعرفي تقودي طاقتك، تقدري تقودي الموقف بحب ووعي. كنت مع Wake Up Moms.